القصة التالية هي قصة حقيقية، لا أنا ولا أنتم كنتم حاضرين في مكان الأحداث، إذن فأي استنتاج يبقى رأيا شخصيا لا غير. هذه قصة الرجل الذي كان عالقا في مثلث برمودا. القصة التي حكاها شخص لسلطات فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها فيلم من أفلام الخيال العلمي، لكن في الواقع ليست كذلك. ما حدث لتوماس براون البالغ من العمر 56 عاما في 29 من أكتوبر عام 2009 يمكن أن يكشف بعض الأسرار التي تحيط بهذه البقعة، التي تعطي بعض النظريات الجديدة، وقد تجيب عن بعض التساؤلات التي لطالما بقيت بدون أجوبة. توماس براون خرج إلى البحر بزورقه من فلوريدا ناحية ساوث بيتش، تاركا وراءه ملاحظة في غرفة الفندق الذي نزل فيه هو وزوجته تقول أنه ذهب في نزهة بقاربه وأنه سيعود باكرا. ويجدر الذكر أن توماس يعمل في شركة بناء المسابح لمدة 30 عاما، وفي هذا اليوم قرر هو وزوجته الاحتفال بما حققه من نجاح في حياته. لكن ما لم يكن يعرفه أحد أن هذه ستكون هي المرة الأخيرة التي سيرى فيها توماس إلى أن تمر 7 سنوات. توماس براون اختفى. خرجت السلطات في السؤال والبحث عنه، لكن لا أحد رآه. لا أحد رآه في أي مكان، لا أصدقائه ولا عائلته، لا أثر له، وكأن الأرض قد بلعته، أو بالأحرى بلعه البحر. مرت السنوات وزوجته مارثا تتذكر أول يوم اشترت فيه هي وزوجها منزلهما الذي أصبح الآن مزارا لأولاده وأحفاده. كان يوم 25 أغسطس 2016. تلقت مارثا نداء هاتفيا يخبرها بضرورة القدوم إلى المركز الصحي المتواجد بنورث براورد لمعالجة قضية اختفاء زوجها. تلقت الخبر بكل هدوء، متأكدة بأنهم وجدوا قاربه في مكان ما. ذهبت في الحال لتعرف إن كان زوجها حقا. لم تتمالك نفسها ريثما وصلت ورأته. انفطر قلبها لما رأت زوجها متمددا على سرير المستشفى، متعبا شاحبا تفوح منه رائحة كريهة وبدون أسنان. بكى عند رؤيتها، لكن لم تكن لديه القوة للوقوف ومعانقتها. صاحت للشرطي إنه هو، فارتمت على زوجها مجهشة بالبكاء من شدة الفرح. تصريحات. يحكي توماس أنه خرج للاستجمام والاسترخاء في قاربه، يلمح إلى الأفق ويشرد بذهنه في التفكير فيما كان عليه وما وصل إليه هو وزوجته. دقائق معدودة من التفكير قرر العودة، لكن عندما حاول تشغيل محرك القارب لم يعمل. عاينه عن قرب، يبدو أن كل شيء على ما يرام، فقرر استخدام اللاسلكي، لكنه لا يعمل هو أيضا. يسمع ضجيجا لكن لا إشارة، فقرر إطلاق شهاب لعل أن يكون أحد ما في الجوار ويرمقه. قام بعدة محاولات أخرى لكن لا جدوى، فارتأى أن ينتظر إلى أن يأتي أحد ما لنجدته. سيهدئ من روعه وينتظر حلول الليل. حينها حاول توماس النوم بعد أن أطلق شهابا آخر. في صباح اليوم التالي استفاق على صوت ذهاب وإياب البواخر، ما أثلج قلبه وطمأنه. عندما فتح باب مقصورته وخرج، أعمى وهج ضوء النهار بصره. شيئا فشيئا بدأ بصره يعود، ولم يرى أيا من البواخر تمر بالقرب منه. بدأت تتراءى له أرض بيضاء على شكل جزيرة محاطة بالنباتات، لكن ما شد انتباهه هو طحالب شديدة الاحمرار تحيط كل المكان، لم يرى لها مثيلا. وبما أنه خبير في بناء المسابح فله دراية بكل أنواع الطحالب، بدا له هذا غريبا، لكن كان ذلك هذا آخر همه، خاصة في جزيرة نائية. أمعن النظر فرأى بقايا قوارب ضخمة وصغيرة وركام طائرة وقرد ينظر إليه من بعيد. قفز من قاربه وهم بالبحث في الجزيرة عن آثار الحضارة، لكن كان يجول الجزيرة كلها في ساعة فيجد نفسه في نقطة الصفر، فيحاول مرة أخرى فيعود إلى مكان البداية. فقد الأمل، فقرر أن يبقى مكانه في انتظار أن يمر أحد ما وينقذه. لكن مرت أيام عديدة ولم يظهر أحد، ومخزونه من الطعام الذي كان بالقارب قد شارف على الانتهاء. كان لابد له أن يبدأ في البحث عن أكل وشراب، ومع مرور الأيام والأسابيع تعلم استخراج الماء من الأعشاب والنباتات بطريقة تسمى تجميع وتكثيف، تكمن في حفر حفرة عميقة وغمرها بمياه البحر ووضع حاوية فارغة في الوسط، ثم يغطى بكيس بلاستيكي. يجمع البخار ويفرغ في الحاوية،
وتعلم أيضا في هذه المدة إشعال النار، وصنع ملجأ من الطحلب الأحمر المتواجد بكثرة في الجزيرة، وقام بجمع الحطب الجاف لأجل الليالي الباردة، وصنع له سريرا من أوراق النخيل يأكل ما بدا له صالحا للأكل، أو في بعض الأحيان يذهب لصيد بعض الأسماك الصغيرة، وكان يحتفظ بعلبة سردين للطوارئ. بدأ يطعب من نفس الأكل الذي يتناوله كل يوم، فتذكر القرد الذي يأتي لزيارته ويراقبه من بعيد. هذا جيد بالنسبة له، فهناك ما يشغل باله به. قرر أن يتبع القرد ويرى من أين يأتي بأكله وشربه، فهم بمطاردة القرد لما رآه يتأرجح من فوق الشجرة. سارع إليه فلم يجده. في اليوم التالي ظهر القرد فوق القارب، لكن لما وصل إليه اختفى وكأنه تبخر. حاول مرارا وتكرارا، لكن محاولاته باءت بالفشل. لمدة سنة وهو على هذه الحال، في كر وفر مع القرد. لاحظ أن شفتيه تشققتا وتقرحتا، وفمه قد جف، وفقد الكثير من الوزن. أصبح الآن شاحبا بدون قوة ولا صبر، وأسنانه بدأت بالتساقط. ففهم أن الوقت بدأ يداهمه، وأنه عاجلا أم آجلا سيموت وحيدا في هذه الجزيرة، وربما قد يصبح هو طعاما للقرد. لكنه رفض ذلك، فقرر أن يصنع نوعا من الأشرعة ويركبها على القارب هي ومجاديف. فقال في نفسه أنه إن مات فسيموت وهو يحاول البقاء. تعهد بالإبحار في جهة لا حدود لها على طول البصر، يرى لا نهاية ويقول في نفسه ربما قد فقد صوابه، وتارة يقول أنه قد مات. هذا هو الجحيم بعينه. أظلم الليل فجمع مجاديفه واستسلم للنوم. سمع طرقات قوية على باب مقصورة اليخت. شخص ما يصيح بقلق: أهناك أحد بالداخل؟ فتح الباب فإذا به يرى أمامه رجلين في حلة خفر السواحل. بدأ يحدق إليهما باستغراب، لم يصدق ما رآه. يمعن النظر إليهم من فوق إلى تحت، يفحصهم، يحييهم ويلمسهم، فسقط أرضا على القمرة المتسخة القديمة المهملة، ثم التقطه وأخذه. تم نقل توماس إلى مصحة نورث براورد، وتم إعلام زوجته. خرج من المستشفى في بضعة أيام. على الرغم من ذلك بقيت هناك أشياء تركت المجال للخيال. بداية، هل القرد كان حقيقيا أم من نسج خياله؟ ولا يوجد أي طحالب حمراء على الأقل في هذه المنطقة من الأرض، والطحلب الأحمر المعروف أنه يعيش في الماء الحلو وليس المالح. ما كان نوع هذه الطحالب؟ وثالثا، توماس أكد أنه عاش على الجزيرة لمدة سنة تقريبا، في حين أننا نعرف جيدا أنه عاش عليها لمدة 7 سنوات. هل من الممكن أن يكون توماس قد سافر عبر الزمن، أو أنه لا يعرف الحساب؟ ومن أين أتى جسم الطائرة والقوارب التي كانت على الجزيرة؟ وخامسا، لماذا لم يقرر توماس العودة إلى موطنه إلا بعد مرور سنة على وجوده في الجزيرة؟ وأخيرا، هل الجزيرة هي عبارة عن بعد آخر؟ اتركوا استنتاجاتكم وتعليقاتكم، يهمني معرفة آرائكم. كنتم مع قناة أسرار، وكان هذا الرجل العالق داخل مثلث برمودا. شكرا لكم.